أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان الأخت عراقي حياتي. الأخت حياتي عراقي خريجة إدارة واقتصاد. تقول: عمو، أنا ما أحكي لك عن معاناة عائلتنا لأن هذه مسألة خاصة ولو هي عامة بالأساس، يعني خريجين قاعدين، البنات والولد، الزواج بدون زواج ماكو إمكانية يتزوجون لا الولد ولا البنات، كل شي ماكو. تقول: ونباوع يعني رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي بالجزرات الوسطية، شوفوا الصور مالته، كل صورة شكبرها، يعني هذا مو تجاوز على الحق العام، هذه حديقة عامة، هذه حديقة ملك الشعب. خال كل صورة شكبرها بالجزر الوسطية حافرها وخال صبات ومثبتها للصورة مالته، يعني هذه يعني من يقبل بيها. ولو نريد نسأل نقول له: أنت ايش قدمت يا أستاذ محمد الحلبوسي؟ أنت ايش قدمت للعراق؟ يعني قدمت للأنبار، عرفت الشوارع، صبغت الأرصفة، زرعت لك كم شجرة، سويت نشرات، سويت أضوية، صحيح، ولكن للعراق أنت ايش قدمت؟ شنو أنت فقط للأنبار؟ يعني أنت للأنبار بس؟ لو أنت لكل العراق ايش قدمت؟ وما ننسى موقفك بالدورة السابقة لما خصصت 3 ملايين دينار بدل إيجار للنواب. ليش؟ هو النواب رواتبهم قليلة وبقية أبناء الشعب كل شيء ما خصصت لهم. ليش؟ لا المعلمين، لا المعلمات، المتقاعدين، المتقاعدات، يعني كل شيء ما خصصت للناس العطالة بطالة، كل شيء مطيتهم. وبعدين أنت شغلك أنت تشريع ورقابة. قل لي بروح أبوك تقول هسه هو هاي الدورة شنو تشرع من قوانين؟ وين هالقوانين اللي يشرعها ودا ياخذون هاي الرواتب يتريقون وياكلون ويشربون بالمجلس النواب والسيارات والحمايات كلها على حساب الدولة؟ شنو اللي قدمه؟ غير اللي نفتهم شنو اللي قدمه. والباقي عليك استاذ، ولو تسوي زحمة عليك. أنا قلت لا أختي، بالعكس، أنت ما خليت شيء، يعني كل شيء حكيتي، بعد أنا ايش أحكي ما أدري. نرجع على السيد محمد الحلبوسي. أكو مثل أو كلام من أخواننا الموصل يقولون: طاح حظ وقت. ما يقولون طاح حظ الوقت مثل أهل بغداد أو بقية المحافظات، لا، يقولون طاح حظ وقت. وأنا ما أقول والله طاح حظ وقت اللي سيدنا محمد الحلبوسي يكون رئيس سلطة تشريعية بالعراق. والله العظيم مو كفو نهائيا، مو كفو. ما أقول أنا أخذ زوجته وراح الكأس العالم بطولة بقطر، خليه يروح يتونس ما يخالف، بس خليه يباوع، خليه يشوف معاناة شعبه، شوف معاناة الشعب اللي دا يعيشه. لو أنت مالك علاقة بالشعب، انت ابن عبدك، مو مالك علاقة بالشعب، انت خارج قوس. يعني الانبار مو غرقت هسه؟ الانبار غرقت لو ما غرقت؟ بغداد غرقت لو لا؟ المحافظات غرقت لو مو غرقت؟ النجف، الاشرف، والديوانية، والسماوة، هي العاصمة بغداد طاحظها. زين شنو شغلك انت؟ يعني قبل لا يجي الشتاء ما حسيت وقلتوا يابا وين الشركات؟ انطيتوا مناقصات؟ صار كم سنة انتو بالحكم؟ وقبلها من كنت نائب وكنت محافظ. يعني ما أعرف انتو شنو الله دسكم علينا غضب حقيقة، يعني غضب الله دسكم علينا، يجوز من سوء أعمالنا، يعني من سوء أعمالنا الله دسكم علينا، وإلا أنت شنو اللي مسوي؟ بس قل لي. أنا ما عندي يعني شخصيا، احنا كقناة صوت الإنسانية ما عندنا عداء شخصي وياك ولا ويا غيرك، لا ويا رؤساء الوزراء اللي كانوا ولا القبلهم ولا القبلهم ولا القبلهم ولا القبلهم، ما إن عداء ويا أحد. بس احنا نباوع نقول هالشكولات هذه حرام تحكم العراق. تستاهل انت الراتب اللي تاخذه؟ تستاهل هذا الأسطول من السيارات والحمايات اللي وراك؟ شوف رؤساء العالم، شوف ملوك العالم، شكوا وراهم من حمايات، شكوا من سيارات، شكوا من مخصصات. مو عيب عليك تاخذ هذا الراتب انت؟
وهاي المخصصات وهاي الحمايات، متنفذ في الأنبار. مو بس انت وعائلتك، انت واخوانك، يعني عندكم استهتار صار عندكم. قبل كم سنة كنت تطلع ويا الإعلامية أم علي، ويا أم علي الأخت شيماء بقناة الشرقية مال الدهن الحر. منين لك هاي الأموال؟ منين لك هاي المالية؟ منين لك؟ أكيد أنت واحد فاسد، يعني أكيد 100% أنت واحد فاسد. بس إحنا ما نقول أنت فاسد لأن حقيقة ما عندنا فالدليل عليك أنت حرامي، ولكن هاي أعمالك وهاي خلقتك وهاي أنت وهذا شعبك، هذا المتقاعد اللي كل شيء ما إله. ما قدرتوا في اليوم تصدرون قرار تقولون يا ب15 مليون كل من يجيب عقد مال زواج، جيب عقد مال زواج من المحكمة وإلك 15 مليون. ما سويتوها، هاي ما تسووها. انتوا شنو الشيء الزين، الشيء اللي بمصلحة لابناء الشعب ما تسووه. ما سويتوا مجمعات سكنية لابناء الشعب، لا، سويتوا مجمعات سكنية لكم. روحوا شوفوا المستشفيات، بلاستر، هاي باكر نحكي بيه، بلاستر وأبرة وبلاستر ماكو. نروح نشتري، الناس تشتري من الصيدليات الخارجية. ليش؟ لأن إهمالكم. انتوا مو رجال دولة، حقيقة انتوا مو رجال دولة، انتوا لو حرامية لو إرهابية. حقيقة يعني أنا أقولها، انت وغيرك وربعك لو إرهابية لو حرامية. يسعد صباحكم، صباح الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. اكتبوا إخواني وأخواتي اقتراحاتكم، واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك، ونقول لكم مع ألف سلامة وعاش العراق.